السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخي وللتاريخ، ونادي العين الإماراتي بيسطر تاريخ في دوري أبطال آسيا. نادي العين الإماراتي بيسحق النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ونادي العين الإماراتي النهاردة بيسحق الهلال السعودي في نصف دوري أبطال آسيا. ونادي العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ولا تقول لي بقى الهلال بالقيمة التسويقية ولا النصر بالقيمة التسويقية. الكرة دلوقتي بتحترف باللي بيجتهد ويأدي في الملعب، ولا بتحترف بتاريخ ولا بتنجان ولا كوسة ولا كل الهلوسة اللي احنا بنقولها دي. فريق لعب في حدود امكانياته لكنه اجتهد وحقق المطلوب وهو الصعود للنهائي. مبروك لنادي العين الاماراتي وعقبال البطولة. نروح بقى للفرحة الغالية، الفرحة الكبيرة قوي، وهي فوز النادي الاهلي للطايرة رجال ببطولة افريقيا بعد تغلبه على مولودية بوسالم التونسي ب3 اشواط مقابل لا شيء، بحضور الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. وحابب اذكركم ان مولودية بوسالم التونسي هو حامل اللقب النسخة الماضية على حساب نادي الزمالك. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي للكرة الطايرة، وفي كل اللعبات الحقيقة دايما بتسعدوا جماهيركم. بصراحة يا جماعة منصات التتويج بتحب النادي الاهلي في كل اللعبات، فمليون مبروك ومن نجاح لنجاح، اعظم نادي في الكون. وما تنساش الاعجاب واللايك المتين والاشتراك الجميل من كل اهلاوي بيحب الاهلي، والسلام عليكم.